السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض المقلمه الحلوه قوي دي. طريقتها سهله جدا وبسيطه، شكلها حلو قوي، وكمان بتشيل عدد كويس جدا من الاقلام. تمام. وطريقتها سهله جدا وبسيطه. في البدايه هنحتاج انا استخدمت ورق ملون، ممكن تستخدمي فوم عشان يستحمل اكتر. خلاص. وبعد كده هنبدا نلزقه. طبعا انا بلزقه بالجلو عشان هو ورق، لكن لو هتستخدمي فوم هتلزقيه بمسدس الشمع. تمام. هبدأ اقفله كده عشان يديني اسطوانة اهو بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب شريط يكون لونه من لون الفوم او الورق اللي انا استخدمته ده. عرضه 2 سنتي وطوله طبعا على حسب حجم المقلمة. خلاص. هلزقه بالشكل ده كده واستنى عليه شوية وادخله. تمام كده مظبوط. هبدأ بقى اجيب فوم من نفس اللون واعمل القاعدة بتاعت غطا المقلمة اهو. هستنى شوية كام دقيقة كده على ما او كام ثانية كده على ما بس الشمع ينشف، واشيل بقى اي زوايد موجودة عندي. كده بقى عندي غطا المقلمة. نفس الخطوة هعملها من الناحية التانية. خلاص. اخدت نفس المقاسات برضو وهبدأ اعوز شمع وهثبتها واشيل الزوايد بالشكل ده. خلاص. الباقي بقى كله للتزيين. هرسم كده مربع حوالي 6 سنتي في 6 سنتي. تمام. وهبدأ ان انا اقصه بالشكل ده علشان اعمل الفيونكة. الطريقة دي علشان ان انا اعمل الفيونكة. شايفين طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا اهو. بعد ما قطعت المربع هبدأ اقص مثلث منهم انا مش عايزاه، واثبت المثلثين كده على بعض واقص الجزء ده. تمام. تمام. بعد كده بقى هعوز كده في المنتصف شمع، واقفل بقى الجوانب عشان تظهر معايا شكل الفيونكة. تمام. الجزء اللي تحت بقى هقصه كده الطريقة دي. طبعا لو شايفين ان الفيونكة دي صعبة عليكم، ممكن تستخدموا اي فيونكة جاهزة عندكم او اي اكسسوار موجودة عندكم تزينوا بيه. تمام. بس هي طريقتها سهلة ان شاء الله هتظبط معاكم من اول مرة كمان اهو. هثبتها كده. وبعد كده بقى جبت شريط طوله عرض 1 سنتي، وهلفه برضو داير ما يدور حوالين المقلمة اللي انا عاملاها من فوق بالشكل ده. تمام. هجيب بقى مسطرة دواير وهعمل كده دايرتين هيبقوا العيون. انا ما عنديش اللون الاسود، فبدأت ان انا ارسمهم على الورق الابيض، وبعد كده هلونه بقى بقلم لونه اسود بالشكل ده اهو. لو عندك ورق لونه اسود تمام، ممكن تعملي عليه على طول، مش هتحتاجي الخطوة دي. وبرضو اللسان عشان يوضح معايا فانا لونته برضو بالالوان اللي عندي. وزي ما قلت لكم الحاجات دي للتزيين براحتكم، يعني تحبوا تزينوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها، بس المهم المقلمه فكرتها بسيطه جدا. الباقي ده بقى كل واحد يعمل بالطريقه اللي هو شايفها حلوه ومناسبه ليه. بالجلو هبدا ان انا اثبت العينين والبق بالطريقه دي كده. خلاص. هي كده حلوه قوي، شكلها شيك جدا. وبصوا بقى كل الاقلام دي هحطها فيها وهتشيلها وتستحملها بمنتهى السهوله خالص. يا رب تكون فكره النهارده عجبتكم، ولو عجبكم الفكره ما تنسوش تعملوا لايك. وبس كده. مع السلامه.